كان معايا واحده ست في اداب عربي. الست كان عندها 3 سنين هنا، شعرها كله ابيض، لابسه عليه طرحه ونص شعرها كده كان بيبقى باين من بره، وشها مكرمش، وكانت بتسقط وتكمل. انا كبرت في السن، انا مش حاسس ان انا عندي طاقه اذاكر. هو نفسه كبني ادم بعد شويه هنستغنى عنه، هيبقى زي المكن اللي بقى فيه مكن احدث منه بيعمل شغل هو ما بيعملوش. الكونسبت بتاع انا بتعلم انجليزي زي المدرسه ده كونسبت ضاع من زمان، عفى عليه الزمن. خصوصا الناس اللي عندها 30 و40 سنه النهارده، الجيل اللي كان بيتربى على البرفكشنزم، على انه جيل لما الثمانينات يكبر والتسعينات بالظبط. يعني في موظفين حكومه ما بنتكلمش على القطاع الخاص خالص، دخل عنده استبدلوا الورقيات بالكمبيوتر وبقى في عندهم ناس عارفه لغات. انا معايا طلبه في البرايفت معديين 60. والله برافو عليهم. والله انا بحييهم على العزيمه. والله برافو عليهم. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست انجليزي ده يا مرسي، ودايما معانا زي ما اتعودنا سفيره الانجليزي شيري حسين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا علاء. النهارده بقى الموضوع كذا حد كلمني عليه على السوشيال ميديا وفي الرسائل بالذات. انا كبرت في السن، انا مش حاسس ان انا عندي طاقه اذاكر، ولا عندي وقت، ولا عندي ذهن، وخلاص. هو بعد ما شاب ودوه كتاب، طب نقول له ايه ده وهو عنده ازمه في شغله والراجل فعلا مش عارف يقعد يذاكر، كبر على المذاكره. مفيش حد بيكبر على المذاكره. صباره بقى يا ابني، طب حد يقول لك صباره يا ببلاوي بيتفرج علينا بقى، نقول له ايه بقى انت ما كبرتش على المذاكره ازاي؟ اقول لك، اي حد في الدنيا بيدخل اي كارير بعيد بقى عن الانجليش، سيبك من الانجليش دلوقتي خالص، هو بدأ في كارير، في شغل، بدأ في مكان، ايا كان الكارير اللي بيشتغل فيه، لو هو ما طورش كل يوم وعارف ايه الجديد في الكارير بتاعه هو هيقدم. والعالم دلوقتي بيتطور كل ثانية، فلما يقدم هو نفسه كبني ادم بعد شوية هنستغنى عنه، هيبقى زي المكن اللي بقى فيه مكن احدث منه بيعمل شغل هو ما بيعملوش. فسنة 2 3 هتلاقي المكان بتاعه دخلوا كمبيوتر ودخلوا انجليش ودخلوا حاجات متطورة اكتر، احتاجت حد مواكب العصر وعارف اللي هو ما يعرفوش، فهيلاقي نفسه تركن على جنب بيطرد من الشغل. وده بيحصل كتير جدا اخر 5 سنين بالذات. اي مكان في الدنيا عاوز يطور من نفسه، لان كل الناس دلوقتي عايزه تكسب اكتر وعايزه تكون افضل وعايزه تدخل المنافسه، ما تخرجش بره المنافسه اللي العالم كله شغال فيها. فانا لو ما ساعدتش لان انا اكون احسن في كاريري بعيد عن اللغه، هو ده عايز مذاكره وعايز سيرش وعايز ادور وعايز طول الوقت ابقى عارف، ما بقاش قاعد زي المكتب اللي جايبينهولي عشان اشتغل عليه. هو بيقول ان هو كبر على انه يذاكر ويقعد يحفظ، حاسس ان هو مش تلميذ، كبر مش هيحفظ. ما هي في كونسبت غلط عند الناس في قصه ان انا هتعلم لغه. هو انت لما جيت تتعلم عربي يا علاء وانت صغير حد حفظك؟ لا. حد جابك وقعدك وقال لك انا لما تيجي تتكلم عن نفسك تقول انا عايز اكل، لما تجوع تقول حتى لا. مفيش حد قال لك الكلام ده خالص. لا. لا. طيب المفروض كل الناس لما تيجي تتعلم لغات تانية بتتعلمها قياسا باللغه الام. اوكي. فلما انا اروح عشان اخد كورس او حتى لو هشتغل سيلف ستادي بدور على الواي اللي تخليني اخد اللغه بنفس الطريقه، انه انا اسمع واكرر واتدرب واتكلم. فانا مش محتاجه احفظ، انا مش محتاجه اجيب ورقه وقلم واكتب دوج كلب دوج، وال حيطه وال، مفيش حاجه اسمها كده. ده اللي بيخلي الناس تنفر من ان هو يتعلم لغه. هو عارف ان هو هيروح ياخد ورقه وقلم يقعد قدام مدرس عمال يحفظه جرامر زي بتاع المدرسه. الكونسبت بتاع انا بتعلم انجليزي زي المدرسه ده كونسبت ضاع من زمان، عفى عليه الزمن. واي حد لسه بيعلم بالطريقه دي هو هيندثر قريبا جدا، واي حد لسه متخيل انه لازم يتعلم بالطريقه دي فهو بيفكر غلط، هو بيحط نفسه في حته المفروض ما يحطش نفسه فيها. فمفيش حد كبر. انا مهما سني كبر لازم يبقى عندي مع كل مرحله عمريه كمان اهداف، جولز جديده. هدفي ايه السنه دي؟ هدفي ايه في ال10 سنين اللي جايين؟ زي ما بيقول لك لما بتروح الانترفيو انت شايف نفسك فين خلال 5 سنين؟ السؤال ده حقيقي. انا طول الوقت ال5 سنين خلصوا حققت حلمي، فانا محتاجه احط حلم جديد وهدف جديد، يا اما انتحر بقى يا بقى اموت. يعني هو حتى لو كبر عادي جدا يتعلم لغه جديده، مخه هيستوعب عادي لغات. هو مش مصدق، هو شايف نفسه اقل من انه يتعلم، وده حوار تاني بقى. القصه هنا جايه من زمان، من هو طفل صغير، خصوصا الناس اللي عندها 30 و40 سنه النهارده، اللي هم الجيل اللي كان بيتربى على البرفكشنزم، على انه جيل لما الثمانينات يكبر والتسعينات. بالظبط. الجيل ده واحنا صغيرين اللي احنا منهم كان دايما في المدرسه بيقول لك احفظ عشان تحل الامتحان وتجيب الفول مارك وتبقى الاول على المدرسه وبعدين الاول على الجامعه وبعدين تاخد وظيفه ثابته
فهو اصلا اتربى بطريقه خليته شخص متحجر وخايف من انه يغلط، عشان هو لو غلط هيبقى في حته غلط، فلما يبقى في حته غلط الناس تشوفه غلط فهو يكره نفسه فما يعرفش يعيش. فهو ماشي على شريط، ماشي على خط مرسوم له من وهو طفل، وعمال مش خايف، هو خايف يحيد عن الخط ده يمين او شمال، خايف يعمل كده لحسن لو خرج عن الخط الناس هتشوفه خرج عن الخط، فبيمشي مع القطيع زي ما القطيع ماشي، فدايره بقى كلهم عاملين يلفوا جوه بعض كده. فانت كبرت خلاص واللي فات مات بالظبط. فيجي يصطدم بواقع اتفرض عليه اخر 10 سنين غصب عن عينه. يعني في موظفين حكومه ما بنتكلمش على القطاع الخاص خالص، دخل عنده استبدلوا الورقيات بالكمبيوتر وبقى في عندهم ناس عارفه لغات، فلقى نفسه. انا كان معايا 2 بياخدوا معانا من سنتين ده مش امبارح، في فرع شبرا الخيمه، مش كمان في مدينه نصر. ال2 دول كانوا معديين ال40 45 او 46 سنه. الناس دي موظفين حكومه والانجليش دخل لهم جديد، فهم مش فاهمين حاجه ومش عارفين حاجه، ولقوا ان في ناس تانية هتاخد اماكنهم، فهو جاي يتعلم انجليزي عشان ما يمشيش من شغله. بقى مضغوط، ما بقى كاره حياته، هو مش عارف يعمل ايه، وحاول ياخد في اكتر من مكان. القصه بقى ان الناس دي في الغالب بتبقى زيرو لغه، يعني هو مش عاوز يروح مكان من الاماكن اللي اسمها بيرن، اللي هو هيبدا معاه من اول انت اصلا عارف انجليزي وبتعرف تقدم نفسك وعارف شويه جمل وكلمات، بس احنا هنزود لك عليهم. لا، عايز من الاول، او عاوز حد يعرفه نطق الحروف وبعدين يقول له ازاي يعمل جمل، وبعدين يعرفه ازاي يتكلم عن المبادئ البسيطه، ويعلمه ازاي يتكلم اصلا، ويجرأه ويخرج من جواه العقده القديمه اللي احنا لسه بنتكلم عنها، بتاعت اصلك لو خرجت على الخط رجلك هتدوس على الخط، يقول يا ده رجله داست على الخط الحقوه. فهو محتاج حد يشتغل على نفسيته وعلى طاقته قبل ما يشتغل معاه الكورس، ودي بتبقى اكبر مشكله بقى. احنا دلوقتي خرجنا من قصه الانجليش، القصه اصلا ملهاش علاقه بالانجليزي نفسه، القصه نفسيه. ولو هو عرف يبقى موجود مع حد عرف يظبط معاه الجزء النفسي جوه الكورس، وللاسف الناس دي قليله قوي، وده اللي احنا بنحاول نعمله طول الوقت في المكان بتاعنا، ان احنا نشتغل على نفسيه الطالب، على طاقته في التعلم، خصوصا الفئات العمريه اللي من اول 30 سنه لحد 50. احنا معانا ناس معديه 60، انا معايا طلبه في البرايفت معديين 60. والله برافو عليهم. والله انا بحييهم على العزيمه، والله برافو عليهم. فلا مفيش سن، مفيش ليميت. مش هيجي عليك وقت تقول انا خلاص هتعلم ايه. وانا في الجامعه كان معايا واحده ست في اداب عربي، كانت حرفيا زي ما هوصف لك كده، وده مش تنمر والله العظيم يا جماعه. الست كان عندها 3 سنان هنا، شعرها كله ابيض، لابسه عليه طرحه ونص شعرها كده كان بيبقى باين من بره، وشها مكرمش. انا اقل تقدير لسنها 80 مثلا، لا مش 80، ستينات مثلا، وكانت بتسقط وتكمل. واو. وتسقط وتكمل، ما شاء الله، اراده. فالست كنت بشوفها، انا قعدت في الكليه بشوفها كتير، واعرف ان هي مثلا خدت سنه اولى في 3 سنين وهتكمل، فعندها اراده. ومش بتتعلم انجليش، دي بتدرس في اداب لغه عربيه، ما شاء الله. هي عايزه تاخد مؤهل جامعي، حلمها انها تاخد مؤهل جامعي، وما منعهاش سنها من ان هي تعمل ده. فايه اللي يمنعك؟ يعني ايه اللي يمنعكم؟